خليني أسألك سؤال بسيط. إمتى آخر مرة طلبت حاجة من غير ما تحط قبلها اعتذار؟ ليه أغلبنا وهو بيطلب أبسط حق ليه بيتكلم وكأنه بيعتذر عن وجوده؟ يعني مثلا تستنى صاحبك في الشارع ساعة كاملة ويتأخر عليك وتيجي تكلمه وتبدأ كلامك بإيه؟ معلش لو مش مشغول يعني، لا خد راحتك عادي، مع إن أنت اللي استنيت. أو لما يكون عندك سؤال مهم في الشغل أو في الدراسة بس تفضل ساكت وتقول أنا مش حابب أزعج حد، فتسكت لحد ما الموضوع يكبر فوق دماغك. طيب إحنا ليه بنعمل كده؟ الإجابة أبسط مما تتخيل. إحنا في الغالب مش حاسين إننا نستاهل، مش حاسين إن لينا حق في الوقت والاهتمام والمساحة، وإن احتياجاتنا تبقى مهمة زي احتياجات غيرنا. وده غالبا مش ذنبنا بالكامل، ده شيء اتعلمناه واحدة واحدة من واحنا صغيرين. اللي طلب كتير اتقاله انت متدلع، واللي حط حدود اتقاله انت صعب، واللي قال انا مش مرتاح اتقاله انت حساس قوي. فايه اللي حصل؟ اتعلمنا نصغر نفسنا عشان الجو يبقى هادي، عشان محدش يزعل، عشان نبقى سهلين في التعامل. بس اللي بيصغر نفسه طول الوقت بيكبر في حاجة واحدة بس، ألا وهي التحمل، وبيفضل يشيل ويعدي ويسكت لحد ما يتعب بطريقة مش مفهومة. وده مش دائما لطف، أوقات كتير ده exhaustion لابس شكل هدوء. خليني أقولك حاجة مهمة، الاستحقاق مش معناه إنك شايف نفسك أحسن من حد، مش معناه إنك شخص demanding أو إن العالم كله لازم يلف حواليك. الاستحقاق ببساطة إنك تبقى عارف إنك ليك حق تاخد مساحتك من غير ما تدفع تمنها اعتذار، إنك تطلب من غير ما تحس إنك عبء، وترفض من غير ما تحس إنك شخص وحش، وتقول أنا تعبان من غير ما تستنى إذن من حد. وخليني أقولك موقف بيتكرر أكتر مما تتخيل. صاحبك يحكي لك عن مشاكله بالساعات وانت تسمع وتدعم وتهون عليه، وده شيء جميل فعلا. بس أول ما انت تبدأ تتكلم بيمسك موبايله أو يغير الموضوع أو يرد بنص اهتمام، وساعتها تبلع إحساسك وتقول عادي مش مهم. بس لا، مهم، انت مهم، ومشاعرك مش حاجة ثانوية. أو مثلا في الشغل أو الجامعة حد ياخد الكريدت على حاجة انت تعبت فيها وانت تسكت، مش عشان متضايق لكن عشان مش بحب المشاكل. بس بعدها تلاقي نفسك بتحكي عن الموقف لكل الناس إلا الشخص نفسه. وده مش هدوء، ده unspoken resentment، مشاعر متراكمة دفنت بدل ما تتقال. وفي ناس تدخل أي علاقة وهي من البداية مقررة تصغر نفسها، مش هطلب كتير، مش عايز أتعبه، مش عايز أبقى تقيلة عليه، وكأن وجودهم نفسه لازم يجي بنسخة أخف. وده غالبا بيكون جاي من ناس قبل كده، ناس حسسوهم بالكلام أو بالتصرفات إن احتياجاتهم عبء. بس الحقيقة اللي بيحبك بجد مش بيتعب من احتياجاتك، هو بيتعب فعلا بس لما تخبيها، لأنه وقتها مش بيتعامل معاك انت، ده بيتعامل مع نسخة انت صنعتها عشان تناسبه. وفي فرق كبير بين حد بيحبك وحد بيحب انك مش بتطلب منه حاجة. مش لازم تختفي كل شوية علشان الناس ترتاح لك، ومش لازم تبقى دايما سهلة عشان تتحقق. وده مش معناه انك تبقى أناني أو إن كل حاجة تخصك أهم من أي حد، لكن معناه إن احتياجاتك مش عيب، ومشاعرك مش حمل، ووجودك مش شيء لازم تعتذر عنه طول الوقت. المرة الجاية لما تلاقي نفسك بتبرر قبل ما تطلب أي حاجة، اقف ثانية واسأل نفسك، هو أنا ببرر فعلا ولا جوايا صوت بيقولي إن اللي أنا محتاجه مش مهم كفاية؟ ولو كان ده الصوت اللي بيتكلم، يبقى يمكن جه الوقت إنك تفهم حاجة مهمة جدا. يمكن طول عمرك كنت فاكر إن تقليل نفسك راحة للناس، لكنه كان أذى ليك انت. لأن الاستحقاق مش غرور ومش دلع ومش طمع، الاستحقاق إنك تعرف إن ليك حق توجد بكل احتياجاتك وبكل مشاعرك وبكل ثقلك الحقيقي، من غير ما تحاول تصغر نفسك عشان تبقى مريح للكل. وكانت معاكم ملك فرج، وأشوفكم في حلقة جديدة من في الكلام كلام.